أنا ختم درسنا غاية ما سقسايا ويدي سقسايوان فإنيك مثلنا هل يجوز تأخر المصلين في صلاة التراويح حتى يركع الإمام ثم يقوم ويكبر ويدخل في الصلاة؟ ثيم الظاهرة يغيثما سقسانيت فلاس خلا هو يثمثنا وهو 18 مليح شكل مرة دي الحقرمطار، وهو أنه خلا هو يثمثنا يا إما ويكني غيتزالا نزدفير خاصة ثقوو ويكني غيلان الصفوف الأخيرة نغز مرة تيلي غاكا كرامي مكان الصفوف، وهو أنه مرة ديري الشيخ يقيم يكر على صلاة التراويح يكبر على صلاة التراويح انت وريت تكبير وحيد الإمام، وإنما غادي قيمة كنستغيميث والإمام غادي يقرأ هذه عاس الشيخ الإمام حاشا ماذاين يسحوس أنه يتدو غادي يركع نغمي داين يركع أذكر المأموم النير أذي كبر وذي يركع وذي يكشم وحيد الإمام نيك ميلا يجوز كان أنا خاطئ الحاجة تمزوها شردني غايثما أنه تعمد ترك الفاتحة مع الإمام ذي غيثما فيه خلاف بين العلماء. من العلماء ذي قرن يثما أنه وين يعمد يجان الفاتحة وحيد الإمام إنك تظليتيس يعني ركعني تبطل، ومادام ركعني تبطل قرنك تظليت وتصحارة. ويكي بعض العلماء بالراجح يثما أن جمهور قول العلماء أنه من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة. جمهور فقهاء العلماء أنه وين يلحقن الركوع وحيد الإمام يلحق الركعة، ولكن أدريني غايثما ويكي تسمع عملنا كيس المعاملين راح تخالفن عدة أمور فيه عدة مخالفات. لا شوت أنت المخالفتين الحاجة تمزورث أنه الإنسان مرة يقيم بالصف وريك شي مرة الزليث راح تجي الصف مقطوع، فهي مخالفة أولى لأنه وإذا يتزلى شو تزلى ترى ويوري تزلى بمعنى أن الصف مقطوع شي ثقلت كلمس أم تعرصت مادام تكشي متراك الزليث، فهي مخالفة أولى. مخالفة ثانية غيثما أنه سروح يتلاجر وهو أجر القيام، والنبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ من قام رمضان أو من قام مع الإمام أو من قام قيام الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إنسان يحتسب الأجر مرة يصدي الزال وحيد الإمام قياما يصدي صبر شحال راه تصبرت ديكرا كنيسقان ديكرا دقايق ما إلا غذلا الشانو يفكي ولا نتوالي ثايث ما ميت الساعة ونص ميت ناس سوايع ذايني وذي قيم وذي بد وذي صبر الدنيا نصبر كان من الأولى غيثما أنه نصبر إلى خرط. فمن قام مع الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالثا صلاة النافلة غيثما يجوز الإنسان هذا يزال تغيميث ماشي غير صلاة الفريضة. الصلاة الفريضة وين يكزمر نادي الزال سوبديد القيام أبديد ذو الركن وين يكزمر نادي الزال سوبديد وبليجي في الليس هذا الزال سوبديد وين يكزمر نرى لا غالب هذا الزال في كرسي. مقارنة بصلاة النافلة غيثما صلاة النافلة غسو كان يزمر هذا الزال سوبديد ما إلا يبغى هذا الزال تغيميث يجوز، ما إلا يبغى غادي الزال سوف الكرسي يجوز. ولكن يثما وين راضي الزال نسوب الديد وين راضي الزال نستغيميث قل أجر ومساوى نرى، بمعنى وين راضي الزال نستغيميث أذي يويق لاجر رزقل فوين راضي الزال سوب الديد. ثم غيثما النصيحة غرد نفكي ويثمثنا وبالأخص يثما خاصة ويكني غيدي تسيلين ذفير يعني مجرد غادي يسلم الإمام غادي يقلع ذفير يعني غادي يعاس حاشا ماذا يكبر الإمام يفوك القراءة وغادي يركع ونسى ذفير شو غادي يخدم تتصف تحكون كوا واحد يمدو كاليس
راك تشوشت في ثماك المصلين. دائما الصفوف نقولها تيلي شويه من الفوضى. ايوا شو غادي يقلع الدفير غادي يقيم غادي يحك واحد من دو كاريس يتعاشى الشيخ وبقى راضي يكبر. النصيحه غارد نفكي ويتماثلنا غاسلو كانوا الزمر ترى غاتزاد شو بديت اقي ما كانش تغيميت اقيم شوف لو كرسي كبر تكشمط واحد الشيخ وزمر ترى تزاد شو بديت وتقيم راه غاكين حاشا ماذاين يكبر الشيخ باش كتسكرت اتكبرت وتركعت اكن تقيم تستغيميت الحمد لله النافله يجوز تزال تستغيميت اكن استغيميت يقيم شوف لو كرسي يكبر الشيخ كبر تكشمت ديدس اقليك صلاه القراءه القران ووين يقصني القرآن خارج الصلاة وحيد وين يقصني القرآن داخل الصلاة ماشي ليون لاجر فوين يقصني القرآن داخل الصلاة راضي وين لاجر كثر وين راضي يقصني القرآن خارج الصلاة. ولهذا ما يتمع من المستحسن أنه وين يزميرنا راه غادي الظالم سوبديد الظالم يتمع شوف له كرسي نغزالك كني تقيم تجونو أكن استشراري هكايا يكبر الشيخ كبر الله أكبر أقيم أكن زالك في شراري نغاك نشوف له كرسي أسمى راضي كبر الشيخ الركوع عاود كرد كبر تعاود تركعت ما إلا غزمير ترى حتى غتكرد زالك نيثما شوف له كرسي. الحاصل نيثما أنه تظليت على قول جمهور فقهاء العلماء تظل الصحة إلا أنه فيه بعض المخالفات أين يسلم كيا وذي قبل ربي فلانو أجمعين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا ولقيامه إيمانا واحتسابا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.